وتواصل الهيمنة الكرة المغربية على الكرة المصرية. اليوم المنتخب المغربي في الشوط الأول دار في المنتخب المصري كما نقولوا كان قادر يخرج بثلاثة أربعة في الشوط الأول، مي عياو في الشوط الثاني. بصح غادي نهضروا دوك على حلوا المقابلة وسيرتو للرباج والحدادي وهذاك الرباج الحدادي والعود اللي داروا بروميير ميطو داروها مستوى عالي. حتى دوزيام ميطو الرباج كان يعني في المستوى اللي كان يشد الكره وكانوا يلعبوا غير على الجهه، هو كانوا يلعبوا على الجهه ديالو سيرتو في الشوط الثاني، لانه العود شويه عيا شويه طاح له الريتم ديالو هو شويه. مي الف مبروك انتصار على المنتخب المصري، تاهل لكاس العالم. درك غادي يلعبوا مرتاحين لانهم غادي دو ماتش 3 ماتش انت في الفينال، دو ماتش انت في النهائي ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي يلعبوا مرتاحين، تاهلوا كاس العالم نتيجه واداء. سيرتو الشوط الاول كان مستوى عالي وعالي جدا. الرباش دار ما بغى، كونترول البيت لا باس يعني كل شيء. الهدف الزوج عاود هدف عالمي، جا هدف كيما نقولوا ديال المنتخب المصري اللي اربك شويه وسيرتو من المدافع ثلاثه. ما عرفتش المدافع ثلاثه فين كان، نورمالمون هذيك يضربها بالراس. الحارس ديال المنتخب المغربي خاصو يعاود النظريه ديالو سيرتو في الكرات العاليه، لانه في الكرات العاليه ما يقشع فيها والو. في الارض نشوفوه حارس كبير ويشد تحته كل شيء ويتقاتل، ولكن في الكرات العاليه خاصو يعاود النظريه فيها. يعني عندك جوج ولا ثلاثه ديال الاختلالات، مي العموم المنتخب المغربي راه في التطور، ومقابله يطلع المستوى ديالو. المقابله الاولى كان المستوى شويه، مقابله مع اثيوبيا اربح وطلع المستوى. اليوم اربح سيرتو في الشوط الاول كان نتيجه كبيره. الشوط الثاني رجع لورا ولعب على لي كونتر وجات بزاف لي لوكازيون باش يقتل المقابله. عجبني هذاك اللاعب ديال الجهه اليمنى من دخل يعني سريع وعطى تفوق عددي في الهجوم. الحدادي تقاتل الرباج بلا ما نهضر عليه، السيد راه يهضر على كورتو كبيره وسيد معلم، يعني مستوى عالي وعالي جدا. اليوم شفنا المنتخب المغربي متصدر ب7 ديال النقاط. درك يسنى جو هو الثالث ولا الثاني من هذيك من المجموعه الاخرى، غادي نتعرفوا عليه. وعنده اليوم عنده 3 ايام راحه، يعني غادي يدير واحد 3 ايام راحه تقريبا ولا هكا. غادي يريحوا اللعابه ويديروا الاسترجاع ديالهم، لانهم كانوا يلعبوا يومين ماتش بزاف شويه اللعابه، سيرتو في السن هذا ديال 17 عام 17 سنه ماشي سهله. نتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق في المقابلات اللي جايين. واللي عنده كيما نقولوا عندك جوج ولا ثلاثه ديال اللعابه يبدلوك الماتش ما شاء الله عليهم. هادشي اللي كاين. ندخلوا الفضيحه سان داوس اليوم الدوله المغربيه دارت لهم بالمثل، ما عطاتهمش لي سباسي، بهدلتهم. رجعوا من المطار 9 سوايع وهما قاعدين في المطار، رجعوا لانه بنادم باش يبدا المشاكل ويبدا العيب ساهل باش تبداه، بصح خصك واش قاداه ولا ما قاداش. انت بديت العيب داروا لك المثل، ما عطاوكش لي سيباسي، ومن حقهم ما يخليوكش تدخل بلادهم اخويا. وانت اصلا مقسم لهم بلادهم، فين غادي تجي عندهم؟ بهدلوك خلاوك 9 سوايع، وممكن تا غدوه ما يعطيوكش لي سباسي، يعطيوك حتى الخميس ويقول لك روح. يعني هذه هي العقليه الخامجه ديال بنادم اللي ما عارفش. بحال هذه العقليه ديال هاد المنافقين ديال جنوب افريقيا، خصك تتعامل معاهم هكذا بالمثل، خصك تحطهم في الحجم ديالهم. انت كيفاش انت بلاد قال عليها كاع، واش دخلك الخريطه كاع اصلا؟ انت نادي، انت كنادي واش دخلك الخريطه ديال البلاد؟ انت نادي عمرو ما مشيت تلعب مع شي نادي خارج بلاد ديال الخرائط ديال النوادي ديال الاخرين؟ واش دخلك الخريطه؟ مين درت الخريطه وتعديت؟ ها هما قالوا لك الله يعاونك، عندهم الحق. هذه قرص وذن باش تعلم شويه، باش تعلموا نتوما كسان داوس وكفريق. ومازال غتشوفوا الجحيم يوم المقابله يوم الاحد، لانه بنادم باسل، لانه تسرتوا غادي تشوفوا الجحيم يوم الاحد. غادي تشوفوه في ملعب مولاي عبد الله، لانكم الانسان قال لك احترم تحترم. انت داير فضيحه قداش وتجي ودرك واش غادي تقول؟ راه الاعلام ديال جنوب افريقيا كلشي قال لك بسبب الخريطه. وي بسبب الخريطه. علاش انت كفريق مدخل راسك في السياسه؟ شكون اللي دخلك انت في السياسه؟ سياسه بعيده عليك، والدوله هذيك بعيده عليك، والخرائط بعيده عليك. وكما نقولوا علاش هذاك الاستفزاز بالضبط؟ دركا انت درت مشكل، انت كنادي درت روحك مشكل، دخلت راسك في مشاكل كبيره عليك، غادي تعيش الجحيم يوم الاحد. او هذه ثانيه، وتخسر اللقب بسبب الاستفزازات والتبرهيج. تخسروا هذا اللقب، درتوها قلعتوا الفار كاع في جنوب افريقيا، ولكن الجيش غادي تفوز باللقب بسبب التهور ديالكم. لانه نتوما خاصكم كما نقولوا خاصكم هكا،
بحال هكا درك من دارت الدوله، انا عجبتني الدوله من المثل صافي. انت داير فضيحه دايرها قدها قداش وجاي عندي وبدلت المنشور. ها كل من بدلت المنشور كون درت الخريطه ديال المغرب كامله بعدا من بدلت المنشور باش لعل وعسى يسمحوا لك شويه. انت بدلت المنشور وما درت حتى خريطه. دخلت راسك في واحد الخندق. لو كان انا من بدلت المنشور ندير الخريطه ديال المغرب كامله. علاش وشكون اللي قال لك هما واش قال لك هما خدشنا في الخريطه ديالنا ديال بلادنا؟ نتوما تعديتوا خلصوا، ها هما رفضوا لكم التسريح باش تدخلوا لبلادهم، حقهم. وقعد تما تجرجر في المطارات وقعد تجرجر تمشي للوطيل من لوطيل لوطيل، لانه نتوما جايين ما جايينش تلعبوا كره، جايين ديروا استفزازات. هاد الطبرهيش ديالكم صحابكم غادي يوقفوا معاكم ضرب الدواء. شكون وقف معاكم؟ حتى واحد ما وقف معاك. ها هو حتى واحد ما غادي يوقف معاك. تبقى غير راسك الدور، لانه انت استفزيت الدوله. وريني روح عطيت ليكيب فانتيا ولا عيط لي ريمسي قول لهم اودي راه ما خلونيش ندخل لبلادهم، يقول لك حنا ماشي شغلنا. دا استفزيتهم. تبغى دير كالسينيغال زعما وتوجد انت الجمهور. السينيغال وجدوا الجمهور في الما في الاخر في المطار وكذا منا، وجري ما قال جري ويديروا في المشاكل وراه لوطيل ومنا غير باش يديو الكاس، يديو يسرقوا الكاس يخونوا. انت بغيت دير بحالهم، انت جاي من الاول باديها انت من السما، داير لهم زعما الخريطه مقسومه وجاي تجري. واش بلادهم يا خويا؟ والخريطه شكون اللي خدش فيها؟ الخريطه ديالهم شكون اللي خدش فيها؟ زعما بهذاك الشيء غادي يرضاو عليك؟ غادي تدخل تشوف الجحيم. راه ما عرفتش انت راك داخل واحد الملعب 70,000 و70,000 راه ما يسكتوش. غادي الراس ديالك ما غاديش تشوف الكره كاع، غادي تروش مراتك تروش. واش راك عارف ولا ما راكش عارف؟ انت كفريق ساندوز غادي تروش في الراس ديالك. علاش؟ لانك مشيت دخلت راسك في شي تبهليل اللي بعيد عليه. نورمالمون اخويا انا جاي نلعب نهائي، جاي نلعب بلاد ما خاطيني، وانا عندي كرة قدم ماشي سياسي. انا ما يدمرونيش على راسي ونمشي نلعب كرة القدم ونجي نروح. علاش دوك دمروك على راسك وهما ولاو هما اللور؟ هذوك السياسيين ديال جنوب افريقيا ولاو اللور وهما يتفرجوا فيك، ما عندهمش حتى شي حل، ما يقدروش. المغرب رفض لهم، كيرفض لهم التصريح، وغدوه غادي يقدر يرفض لهم التصريح لانه ما عنده لاكاف. تقدر تطالبوا من نهار الجمعه، نهار الجمعه يعطيك التصريح ويقول لك روح. ما عندي ما ندير بيك، لان هاد التبهليل ديالكم هو اللي يخرج عليكم. والتبهليل ديال موتسيبي يقولوا يسير لك موتسيبي لا الا غضبوا عليك الشرفه راه هزك الماء. اصلا موتسيبي غاضبين عليهم هادي شحال، وزدتو غرقتوه نتوما وغرق راسو. هو النادي ديالو تابع ليه برادر مسيو برادر. هانتوما غرقتوه درك سلكوه. علاش؟ والله العظيم زعما هادو صاريهم كيما المصريين، كيما صحافة زيكو. صحابنا درك المغرب صافي ما غاديش يبدل العقليه. والله ما يعقل على واحد من الفو، راه ما غاديش يعقل عليك كاع. لانه هاد العقليه اللي كنت تشوفوا فيها اللي شفتوها اليوم مع جنوب افريقيا حتى ردة الفعل غادي تبقى من الفو. ما كانش ما تدخلش عندي ياك ما باغينيش، علاش جاي عندي؟ وهذا هو الواقع اللي خاصو يبقى يكون. المهم انا نوليو الكاس افريقيا هذا ديال الشبان. الكوتيفوار بالعلامه الكامله، المغرب تا هو تقريبا بالعلامه الكامله 7 ديال النقاط في الاول. المصريين بغاو يديو واحد ضربه جزاء غير ما قاسوش كاع. تخيل ما قاسوش كاع. لو كان ما كانش الفار هذيك ضربه جزاء هما تا العاب عندهم في مصر والله غير يقلعوها لك صح. ما قاسوش كاع بغا يدير ضربه جزاء وحده عاود مشاو يدوروا عليها كاع باش يديو فيها ضربه جزاء. والمدرب ديالهم خسر 2 ديال لي كاردو وبقى قاعد يتفرج فيهم. يعني باش تعرف الهبال ديال المصريين خصهم يبينوا للصحافه ديالهم وكذا بانهم مظلومين. ما كان لا ظلم لا ما تعدى عليك حتى شي واحد. هذيك ما فيهاش ضربه جزاء، الزوجه ما فيهاش ضربه جزاء. واش بغيت بيلانتي بغيت تدير. المهم الف مبروك المنتخب المغربي، نعاودو نباركو لهم ونتيجه ايجابيه باش هاد المصريين يسكتوا شويه. ديما هما البلا بلا بلا. الحمد لله يعني هذه شحال الكره المغربيه مسيطره على الكره المصريه، عاودوا لهم تاليو. انا كنت باغي حصه كبيره، كنت باغي 4 ولا 5. المهم ما عيناش، تا 2 لواحد كافيه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو لاحق ان شاء الله.